صلوا على النبي ويلا نبدأ. بتقول لي السلام عليكم، عايزة أعرض مشكلتي بس بالله عليكِ من غير اسم. يا حبيبة قلبي والله ما باقولش أسامي حد خالص. بتقول لي أنا متجوزة من 12 سنة ومعايا طفلين، اتجوزت جواز تقليدي جدًا، وبعدين في الخطوبة عرفت إن هو كان بيحب حد تاني، بس اتجوزت وكملت عادي. وفجأة بعد الجواز لقيته بيكلمها وما قطعش معاها، ولا يوم الخطوبة بتاعتنا حتى كان قاطع معاها. المهم بعدها بشوية الفترة دي بقى أنا كنت ولدت، وفي الوقت ده كنت عند أهلي، وكان بيسهر معاها كل ليلة في التليفون، وعرفت إن هو على علاقة بيها. المهم عرّفت أهلي وعرّفت أهله، وحصل بيننا مشاكل كتير، وبعدها وبِعد عنها فترة، وبعد فترة لقيته لسه بيكلمها وبيكلم ستات على الفيس، وبيتكلم معاهم كلام مش كويس والكلام ده، وعلاقات مقرفة، وصور زبالة، وفي تفاصيل كتير أوي، وآخر حاجة داخل في علاقة مع مرات صاحبه، وبيقنعها إنها تسيب جوزها ويتجوزها هو، وكل يوم يتكلم معاها كلام حب في التليفون. ومع العلم أي علاقة بيدخل فيها مع واحدة ست أو بيتكلم مع واحدة ست في التليفون، بيتكلم معاها عليَّ وإن هو مش بيحبني وإن هو مش مبسوط معايا، وبيقعد يحكي على اللي بيحصل معانا للستات، وإن هو عمره ما غلط، وإن هو دايمًا هو الملاك وأنا اللي بنت 60 في 70. بس الصراحة إن هو عمره ما غلط فيّا في وشي أبدًا. وما بيتأخّرش عني، ما بيتأخّرش عني في أي طلبات للبيت أو للولاد وأنا، بس أنا قلبي بيتقطّع وزعّقت كتير وعايزة أتطلّق، بس أهلي شُداد أوي وبيقولوا لي استحملي علشان ولادِك، وآخر مرّة هو يعمل كده وهو بيوعدني إن هو ما عادش هيعمل كده تاني، بس أنا بقيت باشُك فيه ووصل بيننا الحال للانتحار، كنت خلاص عايزة أنتحر، ولمّا باواجهه بالكلام ده استغفر الله العظيم، ولمّا باواجهه بالكلام ده يقول لي: "أنا باتكلم عادي والله." فباقول له: "ترضى إن أنا أعمل كده؟" بيقول لي: "عادي ما تعملي كده." قُلت له: "هو أنت ديّوس يعني والّا أنت مش راجل والّا أنت في إيه؟" أنا ما أعرفش إيه في دماغه، آآ مش عارفة أعمل إيه، وأمّا باواجهه يفضل يزعّق ويصوّت فيّا بصوت عالي، لمّا هو مش عايزني من الأول اتجوّزني ليه؟ ولو هو مش عايزني أصلًا مخلّيني على ذمته ليه؟ هو ولا بيطلّقني ولا بيتقي ربنا فيّا، أنا أعمل إيه ومش عارفة أعمل إيه. أنتِ مشكلتِك مشكلتين، إن جوزِك مش بيخاف من ربنا، فاللي بيخافش من ربنا أنتِ تخافي منه. أنتِ بتقولي له ترضى إن أنا أعمل كده، بيقول لِك آه وفيها إيه عادي ما تعملي كده. تعملي كده إيه؟ كده اتعمل في عينيك، كده اتعمليها في عينيك، قال تعملي كده إيه؟ أنتِ دلوقتي عندِك حلّين، يا إما تتطلّقي وده صعب عليكِ دلوقتي، يا إما تسيبِك منّه خالص، وهو طالما بيصرف ومكفّي بيتِك خلاص، تحاولي بقى تعتبريه إن هو ميّت، أو تعتبري نَفْسِك متطلّقة، تعتبريه مسافر، تعتبريه إن هو مش موجود خالص معاكِ في حياتِك، علشان الراجل ده والله قِلّته أحسن، وأنتِ دلوقتي مش عارفة تخلعي منّه ومش عارفة تتطلّقي منّه، فما دام هو راجل ديّوس كده وبيقول لِك آه عادي ما تعملي كده وروحي كلّمي رجالة عادي، فده أنتِ مستنية منّه إيه؟ أنتِ كل اللي هتعمليه إنِّك تقرّبي من ربنا وتصلّي وترجعي لربنا، واوعي تسيبي الصلاة أو اوعي تقطعي الصلاة، لازم تصلّي وتقرّبي من ربنا وتدعي من ربنا إن هو يهديه لِك ويصلح له حاله، ويصلح لِك حالِك، وبلاش تفكّري في فكرة الطلاق دلوقتي، استني شوية. أي نعم هي الحياة اللي زي كده بتبقى صعبة أوي، بس هتستحملي شوية، هتعملي إيه؟ ما قدامكيش غير إنِّك تستحملي وتربّي عيالِك، وتسيبيه بقى بقرفه بعكه ده لربنا. لربنا مش لحد تاني. هو ما بيخافش من ربنا وما بيتقيش ربنا فيكِ ولا في عياله ولا في بيته، فما دام هو ما بيتقيش ربنا في بيته ولا عياله ولا فيكِ، يبقى أنتِ هتعملي إيه؟ مش هتعملي حاجة، وأهلِك بيقولوا لِك لأ ما تتطلقيش، وزي ما قُلت لِك من لا يخاف الله أنتِ خافي منه، وكبّري دماغِك منه واعتبريه ميت زي ما قُلت لِك، وانتبهي لولادِك، وطالما هو بيصرف عليكم ادعي له إن ربنا يهديه ويصلح له حاله قبل فوات الأوان والله. ربنا يهديه و... وانتِ اهتمي بنفسِك على قد ما تقدري، مش ليه هو، ده ليكِ انتِ،
هو اعملي الحاجة اللي تبسطِك، اخرجي مع أصحابِك، روحي قضّي يومين 3 مع مامتِك، مش عارفة إيه، اعملي اللي يبسطِك، اللي يريحِك أنتِ واعمليه، كأنه مش عايش معاكِ خالص أصلًا، كأنه مسافر وبيبعت فلوس وخلاص.